السلام عليكم يا بنات. يا رب تكونوا بخير وربنا يسعدكم بصحة وعافية يا رب. النهاردة ان شاء الله بإذن الرحمن هنعرف ازاي نسلق اللحمة. طبعا كل الناس بتعرف تسلقها، انا بقول بس للبنوتات اللي لسه صغيرين، عشان هناخد من الشوربة بتاعتها وهنعمل هنعمل فتة. طريقة بقى اسكندراني رائعة ما شاء الله. انا كل اللي بيدوقها يعني بيشكر فيها، ويا رب تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندنا اللحمه مشطوفه ومغسوله كويس جدا، وعندي ايه تاني؟ عندي بصلايه. انا بحب اقطعها رفيع، مش بحطها بتفرط في الشوربه، مش وعايزه بقى مصفى اللي هي الشياله دي نشيلها وكده. المهم بصله رفيعه تعمليها زي ما انت بتحبي. جزرايه، عود قرفه خشب، ورق لوري، عندي كم عود اللي هو كبش قرنفل مش كتير عشان ده بيبقى قوي، 3-4 وحايد. عندي ورق لوري برضو مطحون، وفلفل اسود، والجزرايه احنا قلنا. في ناس بتحب تحط طماطمايه، حطي، كل واحد حسب ما بيحب. وعندنا ميه طبعا تكون بتغلي كويس جدا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللحمه بتاعتي انا حطيت اللحمه وعليت اللحمه بتاعتي وعليت واغطي. ليه؟ انا هخليها تغلي اول غلوه، عشان لو يعني احنا غسلينها وزي الفل، وتبقى عارفه البتاع اللحمه اللي انت جايباها ايه وكله، عشان لو طلعت ريم المه وبعد كده احط الحاجه دي وراها على طول. عشان انا لو حطيت الحاجات والبهارات بتاعتي وطلع ريم مثلا، حتى لو حاجه بسيطه وجيت اشيلها، هيطلع معايا البصل ويطلع معايا كل الحاجات دي. يعني مجرد 2-3 بس، اول ما تغلي غلوه وما الاقيش في حاجه ان شاء الله، ولو في حاجه انا اشيلها، احط البهارات بتاعتي والبصل وكل حاجه عندي. ما استعجلش يعني واحط كله على بعضه، واحنا بنغطي عشان يبقى تغلي بسرعه. الفتة طبعا بتحتاج جنبيها حبة رز ابيض حلوين، ونحط على وشها معلقة زبدة لو عندنا على الرز. ما عنديش حتة من القشطة بتاعت اللبن بس بعد ما يخلص، عشان لو حطيتها بالقشطة مع اللبن في الرز بتنزل تحت وتخلي الرز يلزق مني، عشان ده فيها لبن طبعا. وبنعمل لها، معرفش انتوا بتقولوا دقة ولا اسمها ايه، احنا بنقول عليها شكمبة. هتشوفوها طبعا بتدي طعم وريحة ما شاء الله، بتقلب الدنيا يعني، بتبقى ريحة رائعة رائعة، وطعم طبعا، وقيمة غذائية. وسبحان الله لما نفكر فيها، هي بتتعمل وفيها خل، يعني مع اي دهون بقى زيادة مثلا في لحمة او تحمير التوم والحاجات دي، الخل بيساعد ان الجسم ما يمتصش كتير من الدهون دي. نبص بقى على المية بتاعتنا كده، ان شاء الله خلاص هي قربت تغلي اهي. معايا بقى طبعا معلقه، واي حاجه هتطلع انا ما بكشفش عليها، بس انا عشان اوريكم اي حاجه هتطلع الاول احاول يعني هو ما شاء الله الله اكبر ما فيهاش حاجه، بس برضو انتوا تغطوا عليها، ما انتوا تشوفوش زي كده، انا بس عشان اوريكم. طبق جنبي عشان دي بتخلي دي يعني ما تبقاش الاكل فيها زفاره يعني، وتبقى الشوربه بتاعتها ميتها فاتحه كده ورايقه بامر الله يعني. ونسمي قبل اي حاجه بسم الله. اول ما تغلي احط معلش انا بدقق على الحاجات البسيطه دي، اي حد يقول ما احنا عارفين، عشان بس البنات الصغيره اللي لسه بتتعلم، يا رب نفيدهم ونشجعهم يخشوا المطبخ ونسهلها عليهم. طبعا سلق اللحمه ليه 100 طريقه، يعني ممكن احط البصل واللحمه في الاول واحمر فيها
حلو قوي 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 قوي، ومع فص حبهان ومستكه. وبعد كده يكون معايا ميه مغليه، ما احطش حاجه سخنه وعليها ساقع في الغلاء الكتل او الغلاي، او انا حاطه ميه على النار واحط عليه، وبعد واسيبها بقى تستوي. واللحمه او اي طيور كبيره زي البط الوز الحاجات دي اسلق، ومفيش ملح نهائي يا بنات نهائي. وسر اي حاجه جايباها وانا خايفه انها هتغيب في السوا، معلقه سكر، يبقى مفيش ملح، واحط معلقه ايه سكر، وبامر الله تجربوا وتدعوا لي. هي خلاص كده هي بدات تغلي، ومفيش حاجه بصراحه ان انا الاقيها اشيلها. انزل بقى بالقرفه واللوري والقرنفل واللوري المطحون وفلفل اسود جزر وبصل. بسم الله الرحمن الرحيم. حط كل حاجه، تقليبه محترمه ومع نفسها بقى. واغطي ومع نفسها خالص 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 بقى. اول ما تغلي غلوتين حلوين، العلو النار مش هو اللي بيسوي يا بنات الحاجه، لا، يعني هي غلت وتاكدت انها غلت حلوه، عشان الحاجه الطيور او اللحمه ما تنزلش الدم بتاعها وتغمق لي الشوربه وما تبقاش حلوه، واقول ليه طعمها متغير او فيها ريحه زفاره. ده من الحاجات الصغيره دي. هي غلت خلاص، يعني غلت قفلت على اللي جواها، وغلت غلوتين حلو، واتاكد انها تكون غلت، اروح موطيه النار بقى مع نفسها، ومعلقه سكر عادي صغيره، يعني مش هتعمل في كميه الشوربه دي حاجه، واغطي عليها واسيبها على مهلها. والاجدع والاحسن اي حد بيسلق حاجه مثلا وعنده ضيوف يعملها من بالليل بالميه وتغلي حلو، وقبل ما تستوي نص سوا يغطي عليها ويسيبها لحد الصبح. هيقوم الصبح اول عبال ما تغلي غلوه واحده باذن الله هيلاقيها زبده كده، ما يبقاش بقى قلقان ومتوتر، بالذات في رمضان من السحور باذن الله يعمل الحاجه، يقوم الصبح ويظبط بقى. خلاص هي غلت ودخلت على السوا، اظبط بقى الملح وادوق براحتي. اقوم الصبح بقى اطبخ، لا بقى قلقانه من ملح ولا اي حاجه، بامر الله. ترتيب كده وترتيب الافكار بيبقى جميل. يعني طولت معلش، هي حاجه بسيطه بس طولت معلش عشان البنات الصغيره اللي بتحاول ايه تعمل حاجه تعملها صح وبسهوله، وربنا يكرم يا رب ويوفق ويكون بفيد اي حد. اهي ما شاء الله هي بدات تغلي. احنا رجعنا اهو، هنعمل الشكمه اللي احنا قلنا عليها. اللحمه اتسلقت والعيش المحمص اهو. احط بقى ايه معلقه زبده من اللي احنا كنا عاملينها، عندي بقى توم باودر، حبه شطه صغيرين جدا، وحبه كزبره صغيرين جدا، وشويه فلفل اسود، والثوم منعمه جدا جدا جدا. الريحه بقى اللهم صل على النبي بقى. وبعدين الفته اللي احنا عاملينها دي الاكله المفضله للرسول عليه الصلاه والسلام، السريد. ما شاء الله يعني هي اللي يعرفها، جميله، اكله خفيفه وجميله بس انا مش بعملها بالدمعه زي اللي بتتعمل دي، لها صلصه، كله طبيخ صلصه صلصه صلصه، لا، طريقه بسيطه جدا بس الطعم والريحه بقى ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها يا رب بالطريقه دي وتقولوا لي ايه رايكم. يعني الحمد لله في ناس كتيره جدا كلتها والله العظيم، يعني ما شاء الله. الف هنا وشافة على كل اللي يجرب ويعمل وياكل. اللهم صل على سيدنا محمد. اصبر عليها تبقى ذهبي بس، ومنعمه التوم جدا عشان ما يبانش في الاكل. انا هسقي العيش بتاعي شوربه.
يا بنات ابقى اخلي هي الشوربه على العيش مغطياه، مش هقول دي كتير، لا ان شاء الله دلوقتي هيشربها ونمتصها. ده بصي حته جزر جميله من اللي احنا حاطينها في الشوربه. والشوربه بصي يا بنات رغم ان انا حطيتها على العيش بصي فاتحه وجميله ازاي، والريحه بقى ما شاء الله، اللي هو البهارات اللي حطيناها والقرفه والحاجات دي بتخلي ما شاء الله ريحتها جميله جدا جدا جدا. شوف بقى ده بقى ذهبي اهو كده تمام. نخلي جنبي على طول ما شاء الله بقى الريحه، اللهم صل على النبي. تكفي ثواني ومظبطه ملح الشوربه بتاعي. الريحه بقى ايه ما شاء الله ما شاء الله. انا كترت سنه صغيره يغلي بس شويه، وبعدين كبشتين من الشوربه عليه، واسقي بقى الفته اللي كنا انا ايه عاملاه. اغطيه ثواني اديها ايه كامره يغلي بس، وهحط عليها كبشتين شوربه الحبه دول. بتشكشك اهي. ما شاء الله الريحه طالعه بقى ايه. اخلي يطير شويه كده. بس انا بعمل على العين الصغيره جدا دي على قد الحله، عشان الحله يا بنات ما تشتش. كمان معلومات كده كل واحد ما يحطش صغير حله صغيره على عين كبيره، هخليها تخلي الجوانب بتاعتها تتحرق. هو طبعا ما شاء الله لو اكبر يعني ما شاء الله استلس من الاصلي، بس برضو الناس تحافظ على الحاجه. ده اللي عملنا لها اللي انا وريته لكم ده يا بنات، الحلل طقم الحلل ده. يا ريت تخشوا تشوفوا الفيديو بتاعه. والزبده دي برضو اللي احنا عاملينها. طبعا هو كله هنا سخن في سخن. خلاص في ثواني اهو اهو في ثواني غلي. خلاص بصوا يا بنات معايا معلش ما بقاش فيه شوربه خلاص، شربها العيش عشان اللي ياكلها ما تبقاش ناشفه. وبعدين ده عيش عادي محمص من العادي، مش من اللي بنجيبه العيش الشامي ونحطه نقليه في زيت، ده كده يعني صعب. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اسمها الشكمبه. دي اسمها ايه احنا عندنا في اسكندريه بنسميها الشكمبه، ومش طشه ولا حاجه. اطفي بقى واقرب الايه الرز بتاعي. طبعا رز ابيض عادي خالص تمام. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا بنات الله اكبر اللهم صل على النبي. من تحت لا شايط ولا لازق ولا اي حاجه في الاستانلس، حسب نوع الحلل يعني. لما تشتروا ما تسترخصوش. بسم الله الرحمن الرحيم. والناس في ناس بتحب الرز كتير، في ناس بتحبه قليل. احط الرز بتاعي بقى. اوزع. اوزع الرز بتاعي ذره ذره بس عشان الرز فوق. رشة فلفل ايه الناحية اللي بترش، رشة فلفل اسود بسيطة خفيفة جدا. وكده يا بنات طبقنا خلص. يا رب تجربوه يعجبكم وتقولوا لي رأيكم ايه.
واحنا بناكله نفتكر ونصلي ونقول اللهم صل ونصلي على سيدنا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام واحنا بناكلها، متقلدين بيه متابعين لسنته. ويا رب يعجبكم وتجربوه بالطريقة دي، خفيفة جميلة ولا صلصة ولا حاجة، دي سهلة جدا يعني. بس انا هي طريقتها دي رائعة، هتجربوها بإذن الله وتقولوا لي ايه رأيكم. وبألف هنا وشفا على كل اللي بياكل واللي يجرب. ويا رب اكون عملتها وتعجبكم، وتقولوا لي في تعليقاتكم الجميله. ما تنسونيش بقى في اللايكات الجميله بتاعتكم. وربنا يسعدكم يا رب زي ما بتسعدوني. كل سنه وانتم طيبين بشهر شعبان الكريم، واللهم بلغنا رمضان سالمين امنين بفضلك يا رب العالمين. واي حاجه تطلبوها مني ان شاء الله انفذها. السلام عليكم ورحمه الله.